رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد. فيديو بقى تنظيفات كده لأوضة النوم وأوضة الأطفال. الحقيقة ان انا كنت ناوية انضفهم مش بالشكل اللي هتشوفوه في الفيديو، بس انا اضطريت بقى ان انا انضفهم تنظيفة عميقة كده، خصوصا ان انا لسه عاملاهم قريب اصلا، فاضطريت بقى ان انا اعمل كده وهقول لكم السبب دلوقتي ايه. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو انتي لسه مش مشتركة، تنوريني ان شاء الله. القناه هتعجبك باذن الله. خدي لفه كده في القناه وحطي لايك للفيديو اللي يعجبك. هنا اول حاجه ابتديت بيها كانت اوضه الاطفال. نزلت الستاير، يعني قلت عبال ما اخلص الاوضه وتكون هي اتغسلت بقى ونشفت، فنزلتها بالشكل ده. الستاير طبعا يا بنات اللي هي بتبقى في السقف دي بتبقى متعبه جدا في ان احنا ننزلها وان احنا نركبها كمان، بس بصراحه احسن من البرقع. يعني الستاير البرقع دي انا وانا بعمل الشقه ما حبيتش اعملها خالص، علشان يعني انتوا عارفين ان هي مش بتتغسل اصلا، مش بتنزل تتغسل، لكن دي انا حبيتها يعني سهله. وديتها بقى جري كده على الغساله ورجعت بقى تاني الاوضه. طبعا الستاير يا بنات احنا بنشيل منها الحلقات، ما ينفعش نغسلها بيها، هتصدي طبعا. تاني حاجة بنطبقها كويس قوي واحنا قبل ما ندخلها التلاجة الغسالة، علشان انتوا عارفين انتوا الخيوط اللي هي بتبقى في الطرف دي، اللي هي بتبقى نازلة من الطرف دي، لو سبناها كده هتمسك كلها في بعضها ومش هنعرف نفككها من بعض. تاني حاجة بقى دخلت على الأوضة، شلت السجاد بتاعها، نفضته تنفيضة كويسة. الحقيقة وان السجاد كان نظيف بصراحة، ما كانش محتاج ان هو يتغسل، فانا نفضته، استكفيت بس ان انا انضفه نفضه بس تنفيضه كويسه كده، وعملت له غسيل على الناشف، اللي هو حطيت شويه كولركس الوان وشويه برسيل جل ودعكتهم بالفرشه وخلاص، وبرده طلعته البلكونه ينشف لحد ما اخلص الاوضه. هنا بقى جيت على الشباك، كان يا بنات مليان كميه تراب رهيبه. انا عملتها طبعا بالفرشه الاول، وبعد كده ابتديت بقى بالسبونشه كده بقى اغسل بقى. غسلت كل الشباك وبشويه صابون وخلاص، وبعد كده بصوا كنت بحاول انزل الميه يعني اللي هو بالراحه خالص، عشان ما تنزلش طبعا على السراير تحت الشباك، فكنت خايفه جدا عليه، بحيث ان الميه تنزل بره في الشارع، يعني ما تنزلش على السرير. هنا بقى بدات بفوطه ناشفه كده انشف الشباك كله كويس، وبعد كده بقى هجيب هنا لا كنت لسه بنشف الشباك. هو اهم حاجه في الغسيل يا بنات كده كده بعد ما بنشيل بقى التراب كله ونغسله كويس قوي ان احنا ننشفه، وطبعا لازم بقى خطوه التلميع بملمع الازاز. يعني بصوا بقى انا جبت الشباك من الاوضه من جوه ومن بره يعني نضفته تنظيفه كويسه قوي. ملمع بقى الازاز، ودخلت بقى قعدت المع الشباك كويس قوي، عشان طبعا ما يبقاش مجير. هنا بقى الكومود طبعا حسيته كده اللي هو ايه هيضايقني شويه في الشغل، طلعته بره الاوضه خالص. بس ولادي برضو بقى كانوا قلت لهم دي اوضتكم، تعالوا بقى اعملوها معايا. بس هنا جبت المقشه بدات اكنس. بصوا كميه يعني مش عايزه اقول لكم ان الاوضه والله بتتكنس كل يوم، بس انتوا عارفين بقى الاطفال، ودي اوضه اطفال اصلا يعني. بصوا عارفين انتوا الموب اللي هو بيتباع عند بتوع المنظفات اللي هو ده، اكيد كلكم عارفينه. انا جايبه كفر للحيطه بس، فانا الكفر ده عاملاه للحيطان بس كده. حطيت بقى شويه كولركس الوان في ميه وخلاص، وبقيت ان انا انزل يعني اشيل الفوطه المعها وبعدين احطها تاني في الكولركس الوان، وهكذا لحد ما خلصت الاوضه كلها. وكمان عملت الباب معايا اهو، اديته هو كمان تلميعه كده كويسه وخلاص. اصلا انتوا عارفين ان البيبان الغامقه دي بتلم، يعني بيبان فيها التراب جدا،
هنا بقى شلت الملاية وقعدت انفض بقى السرير تنفيضة حلوة كده. بصوا انا ما كنتش ناويه اعمل التنظيف، يعني انا اصلا ما شلتش المراتب، لو هتلاحظوا شلتش المرتبه دي، بس شلت مرتبه اوضه النوم هتشوفوها معايا دلوقتي. هنا بقى انا ظهر السرير، عارفين انتوا الظهر الكابوتيني ده يا بنات؟ طبعا هو قماش، انا بسبونشة عاديه، سبونشة اللي هي بتاعه المواعين، بس دي طبعا نضيفه جديده اصلا. جبتها وجبت شويه برسيل جل وشويه دوني، يعني البرسيل جل نقطة او نقطتين بالكتير قوي، ودوني ومية، وبدأت ان انا اغسل ظهر السراير والحتة اللي هي بتبقى قدام برضو دي كمان كويس قوي. خلصت هنا بقى وجت اللحظة بقى اللي هي فرشت الملاية. بصوا الفيديو، يعني عايزة اقول لكم ان القطين عملوا فيديو 15 دقيقة او 16 يعتبر دقيقة، هو اصلا اخد مني يوم كامل. يا سلام بقى لو الشغل يبقى بالسرعة دي. بس هنا بقى خلصت حطيت بقى المخدة، واللي هي المخدة التانية الصغنطوطة دي، وخلاص كده، وفرشت الأوضة بالشكل ده. بصوا يا بنات، بعيدا بقى عن اي حاجة، بصوا مريحة ازاي، تحس ان هي بعد ما نضفت كده بقت مريحة للعين. هنا كبيت بقى مية كده بكلور وبرسيل جل، وقعدت اغسل بقى الارض كده بذمة. طبعا يعني كل ده مش بيتصور، انا اصلا التصوير صعب جدا مع الشغل على فكرة، بس يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور. هنا بقى قعدت برضو غسلت الارض كلها كده بذمة، وبعدين قعدت انشف بقى الارض. بعد ما نشفت الارض جبت مية نظيفة بقى بس من غير صابون، شطفت بيها الارض، وبعد كده نشفت بقى الارض حلوة قوي. بس كده سبتها بقى خلاص تنشف، وبعد ما نشفت خالص رجعت بقى الكومود تاني مكانه، وفرشت الستاير. ركبت بقى الحلقات. بصوا يا بنات، شيلوا الحلقات من الستاير، ما تغسلوهاش بالحلقات لان فعلا بتصدي. بصوا انا معلمه يعني مكانها بالمانيكير، عشان لو انتي بتتلخبطي او كده، انا معلمه مكانها بالمانيكير عادي، وما بيتشالش والله خالص ولا اي حاجه. طبعا هو مش باين ومش ظاهر يعني، بس انا معلمه مكان كل واحده وواحده. لما نزلتهم اول مره خالص، يعني انا كنت ركبتهم، كان اول مره خالص الراجل بتاع الستاير اللي مركبهم. لما نزلتهم وانا بشيل الحلقات، بقيت بقى ايه انقط مكان كل واحده كده بنقطه مونوكير. ف ما تقلقيش، بس ما تغسلهاش، بس اول حاجه هتنتش الستاير منك، تاني حاجه هتصدي اصلا، وهتخلي منظر الستاره بتاعتك مش حلو خالص، وممكن يعمل بقع اصلا على الستاير بتاعتك. طب وليه؟ يعني شيلها مش صعب، وتركيبها برضو مش صعب. هنا بقى جيت عشان اركب بقى ستاير، اللحظه دي صعبه قوي، يعني عايزه اقول لكم ان انا دراعي بيبقى بيتخلع اصل الستاير اصلا في السقف، فمتخيلين بقى ان انا واقفه متشعبطه كده عايزه عماله اركب ستاير. بس بصراحه احساس بقى بعد ما اركبها، واحساس الانتعاش بقى والنظافه ده حلو قوي، يعني يستاهل اصلا التعب ده. قعدت بقى ركبت اول حاجه الطبقه اللي هي اللي تحت الشيفون دي، وبعد كده ركبت بقى الطبقه القطيفه. بصوا الستاير اصلا انا ما احتجتش ان انا اكويهم، لان مبدئيا انا عاملاهم على مطبقاهم زي ما اتفقنا، وتاني حاجه انا عاملاهم على البارد مش على السخن، هم مش مستاهلين اصلا سخن، غسلهم على البارد. تالت حاجه ان انا اصلا ما طولتش عليهم، لان الستاير يا بنات يعني الدوره بتاعتهم قليله جدا، فانا ما طولتش عليهم في الغساله، لان هو اللي فيهم تراب بس مش اكتر، فمش محتاجين بقى غسيل وقت طويل، فطالعين اصلا مش مكسرين ولا اي حاجه، مفروضين جدا اهم. هنا بقى كان جبت البطاطين بتاعه الاطفال. الحقيقه ان انا اصلا كنت بحط بطانيه والحاف، بس احنا عندنا دلوقتي في الغردقه الجو خلاص يعني دفى شويه، فخلاص بقيت احط بطاطين، يعني حتى لو لاحظتوا هي خفيفه اصلا، بطاطين خفيفه كده شويه وخلاص. بس كده. وهنا بعد ما فرشت بقى الاوضه، بصوا انا زينة رمضان بصراحة ما بحبش الافوارة فيها، فانا يا دوب حطيت هناك على الكومود مفرش رمضاني بسيط كده، وحطيت الفوانيس بتاعه الولاد وخلاص، ما كترتش بصراحة زينة في الأوضة. حاساها لما الحاجة لما بتكون هادية وسيمبل كده بتكون احسن. بصوا بقى هنا، بصوا هنا بنات، احنا كنا بنركب التكييف اللي انتوا شفتوه فوق دلوقتي ده، بس طبعا بعد ما ركب بصوا المنظر،
انا كنت فاضل لي شويه واعيط لما شفت المنظر ده. طبعا انا قلت لكم بقى ان انا اضطريت اصلا ان انا اعمل الاوض بسبب حاجه حصلت، هي دي الحاجه اللي حصلت بقى. حرفيا ال استخدموا الشنيور وكده، فبهدل لي الدنيا والاوضه كانت كلها تراب. فاضطريت بقى ان انا اعمل كل ده. انا ما كنتش ناويه انزل ستاير اصلا بصراحه اغسلها، قلت يعني في تنظيفات الصيف، لان انا ما كنتش ناويه انضف دلوقتي اصلا غير على الصيف. فنزلت طبعا، اضطريت ان انا انزل الستاره كلها اتملت تراب اساسا. نزلتها وانا اساسا كنت شايله السجاد بتاع الاوضه، قلت على اساس ان هما انا كنت عارفه ان هما هيعملوا كده، بس الستاره بصراحه ما جاش في بالي خالص ان انا اشيلها. فشلت بقى الستاير، قلت يلا بقى بالمره تتغسل غسله كده محترمه. شلتهم وبطبقهم بقى بنفس الطريقه، وشلت برضو الحلقات اهو. بصوا الحاجات اللي انا بقول لكم عليها ممكن تمسك في بعضها، اللي هي كانت ظاهره دلوقتي في جنب الستاره، ايوه هم دول بس. دولت اصلا يا بنات لو سبت الستاره كده من غير ما تطبقيها هتلاقيهم مسكوا في بعض، وبصي اتقطعوا منك وبقى شكلهم مش حلو خالص. فطبقيها واغسليها وهي متطبقه، هتبقى تطلع مفروده معاكي مش مكسره. تاني حاجه الحاجه دي هتحافظي عليها. تالت حاجه طبعا ما تحطيش زي ما قلت لك الحلقات. هطبقهم بقى كويس قوي كده، وانا قلت برضو عبال ما اخلص الاوضه تكون الستاير نشفت، وعشان افرشها على طول، لان طبعا احنا مش هنعرف ننام من غيرها. انا شغلت الغساله ورجعت حطيتهم بقى. طبعا بين الدوره دي والدوره بتاعت الستاير اللي قبلها كان عدوا طبعا ساعتين يعني. جيت هنا بقى على التراب ده، وللاسف ان انا المكنسه بتاعتي بايظه، فانا استخدمت المقشه، وده كان اسوأ حاجه انا عملتها بصراحه، لان اصلا التراب بقى بيتنطر معايا في كل حته. فانا كنت عارفه ان ده هيحصل، فقلت اخلص الاول من التراب ده واكنسه، بعد كده ابتدي بقى تنظيف. كنسته زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده جيت بقى على الشباك ده بقى اللي هو راكب فيه التكييف. ده بقى يا بنات يعني اخد له غسله كده محترمه. هتقولوا لي طب ما فكتيش ليه الشباك وركبتيه تاني؟ الحقيقه ان الشبابيك دي يعني نوعيتها مش احسن حاجه. بعد ما ركبتها اكتشفنا ان هي يعني الراجل اللي ركبها بقى الله يسامحه، فانا لو فكتها هتبوظ، يعني هتبوظ، مش هعرف ان انا اركبها تاني. فانا قلت خلاص وعلى ايه يعني، فغسلتها وهي مكانها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وجيت بقى هنا كده، بصوا ما كانش ينفع ان انا استخدم فوطه وجلانس والكلام ده، المنظر كان صعب جدا. فقعدت بقى غسلت بالشكل ده وميه بقى وكبيت واتغرقت الدنيا. بهزر معاكم طبعا، لا مش غرقت خالص. بس كده كفايه كفايه ميه. بصوا شطفت الشباك كويس قوي من بره بقى ومن جوه، وكل الاماكن اللي انا غسلتها بالصابون دي شطفتها كويس قوي. بس كده تمام، خلص خالص بقى. هنا بقى يا بنات ان انا جبت فوطه بقى ناشفه خالص كده علشان انشفه كويس قوي، وبعد كده عملته برضو بالجلانس زي الشباك التاني. برضو جبت هنا الملمعه دي بقى. والاوضه دي عايزه اقول لكم ان بصوا هو يبان لكم دلوقتي كده ان الحيطان نظيفه، بس كانت مليانه كميه تراب مش طبيعيه. نزلت عملت بقى كل الحيطان بالملمعه دي كده، وقعدت بقى كل شويه انزلها واغسلها في الميه اللي هي بكوليركس الوان، وارفعها تاني وهكذا يعني لحد ما خلصت الاوضه. خصوصا الاوضه ما شاء الله مساحتها كبيره، ففعلا تعبتني جدا. هنا بقى جيت على الارضيات، بقيت اكب بقى ميه بكوليركس بمسحوق، وقعدت غسلتها بقى كويس قوي ونشفتها وخلاص. جيت هنا برضو على ظهر السرير، طبعا كان مليان تراب زي ما قلت لكم، نفضته كويس قوي، وبعد كده غسلته بقى بميه ودوني وشويه مسحوق جل، برسيل جل بس كده وخلاص. هنا بقى الشاشه برضو في الاوضه كانت مليانه تراب بطريقه فظيعه. قعدت بقى لمعتها كويس قوي
علشان طبعا الشاشات يا بنات احنا ما بنرشش عليها جلانس، احنا بس بنحط على الفوطه وبعدين نلمعها كويس قوي. هنا بقى كان خلاص شكل الاوضه بعد ما خلصت. برضو انا ما بهرجتش قوي في الزينه بتاعتها، حطيت مفروشين بس كده شكل رمضاني وخلاص على الكومود، وبس كده الاوضه خلصت. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات لو عجبكم الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. باي باي.